الله فريق صن داونز حقق نتيجه ايجابيه او خماسيه يوم السبت الساعه 3 في بريتوريا، والشالوليلي بقى ان شاء الله نستمتع بمباراه كبيره في جنوب افريقيا. ان شاء الله يكون في خماسيه للمره الثالثه على التوالي. ان شاء الله انا بدعم من هنا فريق صن داونز الجنوب افريقي. لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه هي الناس دي هتبتدي تصعب عليا ولا ايه؟ ده الموضوع بقى مرضي جدا، ده نسيوا الزمالك وبقوا مركزين مع كل فرق القاره، واللي كمان بره القاره لمجرد انهم بينافسوا الاهلي. دول بقوا محتاجين علاج، بس علاجهم عندي. المهم يا اخي ان كلهم تقريبا كانوا شايفين قبل ماتش الاهلي مع صن داونز ان صن داونز فريق مرعب، وانهم متاكدين انه هيعمل نتيجه كبيره قدام الاهلي، لكن بعد الماتش الكلام اتغير خالص. عموما يلا نضحك مع بعض شويه ونشوف شويه صياح وسكرينات وفيديوهات لحبايبنا بتوع البليله قبل وبعد ماتش صن داونز. يلا بينا. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم وصفحتكم برنامج الصليط الرياضي. وقبل ما نبدا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، وما تنساش ده لاخواتنا واهلنا في فلسطين وفي كل وطننا العربي واولهم مصر، ربنا يفك الكرب عن الجميع يا رب. وما تنساش اذا عجبتك الحلقه تخبط اللايك، ويلا بينا نبدا. الصحفي محمد الجبالي بعد ماتش الاهلي وصن داونز كتب على صفحته وقال: مباراه ممله حصل فيها الاهلي على ما اراد والحسم في القاهره. اورلاندو بايرتس وبيراميدز اقوى فريقين في البطوله. اللهم صل على النبي. سيبك من انه شايف ماتش الاهلي وصن داونز كان ماتش ممل برغم الهدفين اللي اتلغوا للاهلي والكره اللي جت في العارضه والاداء التكتيكي المحترم للأهلي في مباراه كلنا عارفين ظروفها بتبقى عامله ازاي. لكن يعني ايه بيراميدز واورلاندو اقوى فريقين في البطوله؟ طب لو هنحط بيراميدز من ضمن اقوى فريقين ماشي، لكن اورلاندو اقوى من الاهلي وصن داونز؟ لا انت بتهزر. لا صفوه يعني مفيش كلام. هم دول بقى الصفوه اللي بيقول لك مفيش حد فيهم الا وبيفهم كوره. طب تعالوا نشوف محمد الجبالي عم جابيليو كتب ايه بقى بعد تعادل بيراميدز واورلاندو. بيراميدز يتعرض لظلم واضح بالغاء هدفين منهم واحد على الاقل ما فيهوش شك، وهو الاحق بلقب هذه النسخه من دوري ابطال افريقيا لانه اقوى الفرق الاربعه التي وصلت للدور قبل النهائي. لا صفوه علشان كده مش عارفين ابسط قوانين كره القدم. طب قبل ما نرد بقى على فكره الهدفين اللي هو شايفهم صح دول وان بيراميدز اتظلم بالغائهم، حضرتك ما شفتش لمستين اليد اللي على صن داونز وخصوصا اللي كانت في اخر الشوط الثاني اللي كانت لازم تتحسب ضربه جزاء؟ ولا مش بتشوفوا بس غير اللي ليكم يا بيراميدزاويين؟ جاتكم البلا. طب تعالوا كمان نشوف المهتز وهو بيصيح علشان بيراميدز. فخر القطيع كتب على صفحته وقال: كالعاده فوز مستحق يضيع من بيراميدز بسبب قرار غريب للحكم، بالتوفيق في العوده. وزي ما انتم شايفين حاطط قلبين زر. يا جماعه احنا ساحلينهم بصراحه، يشجع بيراميدز ويحط قلب ازرق وقبلها يشجع صن داونز ويحط قلب اصفر. معلش يا جماعه احنا اسفين، ساحلينكم معانا واديكم بتغيروا كل شويه تشجعوا فريق علشان ما تزهقوش. دول يا جماعه الصفوه اللي عايشين في نظريه المؤامره حتى مع الفرق اللي مسحولين وراها علشان بتنافس الاهلي. بيقول لك بيراميدز اتظلم. طب اتظلم ليه؟ الجول الاول اوف سايد. القانون بيقول طالما المدافع مش متحكم تحكم كامل بالكوره وغير متعمد انه يرجعها للحارس تبقى الكوره تسلل. الجول الثاني الكارت لعب الكوره بدماغه جت في ايد بايلي وغيرت اتجاهها ودخلت الجول. ايه مش عايزينها تتحسب لمسه يد دي كمان؟ يا شويه ضلاليه. ما هو انتوا يا اما ما بتفهموش يا ضلاليه، يعني تختاروا ايه؟ انا عن نفسي شايف الاثنين. الاثنين. طب خلونا كده نسمع فخر القطيع كان بيقول ايه قبل جوله الذهاب بتاعه نص نهائي دوري الابطال، وبعد كده نسمع عليه ايه بعد جوله الذهاب. انا بشجع بيراميدز، انا النادي بتاعي في افريقيا بيراميدز، وبقول للاهلاويه المحترمين اللي بيتابعوني علشان ينوروا مخهم ما تزعلوش، اي حد شريف في البلد دي لازم يشجع بيراميدز. بيراميدز فريق محترم، نادي مهذب، وبالنسبه ليا هو اللي بيمثل مصر، مش فريق تاني عايش بلطجه وعايز ياخد البطوله بلطجه. وبطلب من كل شريف يشجع بيراميدز عشان يوصل للنهائي. والفريق التاني اللي ركبه بتخبط من صن داونز ده انا شك اساسا انه هيعديه، احنا عارفين صن داونز هيعمل معاهم ايه. بيقول لك انا النادي بتاعي واللي بيمثلني بيراميدز. لا ومش مكسوف وهو بيقولها، ده كمان فخور. صفوه بقى. المهم بقى بيقول لك ايه اي حد شريف في البلد دي المفروض يدعم بيراميدز ضد الاهلي. بيقول لك بيراميدز نادي محترم ومهذب مش زي الاهلي. يا واطي يا حيوان يا حقير. عادي يعني ان طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. المهم بقى قال لك ايه تاني؟ الاهلي ركبه بتخبط من صن داونز وكان بياكد ان الاهلي مش هيعدي منه وكان مستني الاهلي يخسر هناك بنتيجه كبيره. طب تعالوا نسمع بقى قال ايه بعد الماتش. الاهلي واجه اضعف نسخه من صن داونز، مع ذلك الاهلي فشل يفوز على صن داونز، وجمهوره واعلامه فرحانين وبيحتفلوا عشان يتعادلوا مع فريق ضعيف. مره تحتفلوا وتسقفوا اللعيبه علشان يتعادلوا مع بيراميدز، ودلوقتي عاملين احتفالات وبوس واحضان عشان يتعادلوا مع صن داونز الضعيف اللي عامل نتائج كارثيه في دوري الابطال. الناحيه الثانيه بيراميدز واجه فريق قوي ومنظم، هو اورلاندو الفريق الاقوى فنيا من صن داونز. انا عايز اقول لكم ان سليم بوش اللي واجه الزمالك اقوى كتير من نسخه صن داونز دي. بس يا بس هو انت مصر يا ابني تهزق؟ ده تقريبا بقى كيف عنده انه يتهزق. بموت في الشيء
الشتيمة، بموت في الشتيمة، وبخني. انا مش عارف ايه هي النتائج الكارثيه اللي عاملها صن داونز في دوري الابطال. اما هو عامل نتائج كارثيه، كنت مستني ليه يكسب الاهلي بنتيجه كبيره. وبعدين اورلاندو مين اللي صن داونز فارق عنه بتاع 10 نقط في الدوري بتقول عليه اقوى من صن داونز؟ يا جماعه ده كمان بيقول لك سيلين بوش اقوى من صن داونز. ما هو ده كان راي الحمار. لا وبص يا اخي، علشان هو دجال بقى بيقول لك وبيتريق بتسقفوا لعيبه الاهلي بعد التعادل مع بيراميدز وبتحتفلوا بالتعادل مع صن داونز. طب يعني قبل ما ارد عليك في سؤال كده محشور في زوري معلش، انت مال امك. الحاجه التانيه بقى ما بقاش الا انت يلا طالع من السلمبوش وبتتكلم على اسيادك. يا فرحة امك بيه، يا ريتك جاب الدكر بط احسن، وكمان خسران واخد على قفاك. والمشكله ان الدجال علشان دجال بيدلس في كل حاجه واي حاجه. يعني دلوقتي بيتريق على جمهور الاهلي علشان سقف للعيبه بعد التعادل مع بيراميدز، مع ان هو اللي بيتريق على جمهور الاهلي لما الجمهور يتعصب على اللعيبه في اي اخفاق. وكان يقول لك ايه، جمهور الزمالك بقى هو اللي واعي ومثقف وبيتقبل الخساره والهزيمه وبيدعم فرقته في اي وقت. وطبعا ده كله هاتش اساسا، احنا بنشوفهم بيسلخوا لعيبتهم عادي مع كل خساره وما اكثرها. لكن الفكره انه كذاب، اي فعل تعمله لازم ينتقدك. تدعم فريقك يتريق، تهاجم فريقك يتريق. ده انت معجزه، جسم انسان ومخ حيوان. وبعدين مين قال لك يا دجال ان جمهور الاهلي فرحان وبيحتفل بعد التعادل مع صن داونز؟ جمهور الاهلي كله باعلام وبمحللين طالعين يتكلموا على اننا ما عملناش حاجه ولسه في ماتش عوده اهم واصعب من ماتش الذهاب. واحنا زيكم يا دجال؟ ده انت لسه قريب يا اخي كنت طالع بتحتفل بعد التعادل مع ستيلنبوش في جنوب افريقيا، وانت عمال تقول احنا تعادلنا مع فريق في جنوب افريقيا وما خسرناش 5 زي انديه ثانيه، وقعدت تتلقح كده زي اللي مش عارف ايه. يا اخي الواحد ما بقاش لاقي كوميكات تعبر عن القرف اللي خارج من بقك. اوسخ من كده مفيش، عمري ما شفت اوسخ من كده. يعني بتكره الاهلي ودي حاجه كلنا عارفينها مفيش مشكله، لكن على الاقل قول كلام منطقي وكلام موضوعي، كلام ما يخليش الواحد يقول عليك اهبل لما تقوله. واي بطوله الاهلي يكسبها تبقى ضعيف، اي فريق الاهلي يكسبه يبقى فريق ضعيف. مفيش كده في الدنيا يا دجال يخرب بيت سوادك. سكلتك بنت عمة اللي جابت امك. طيب زي ما انتم عارفين ان الدجال كل يوم تقريبا بيشتغل على فتنه جديده تخص الاهلي. تعالوا اسمعكم المره دي شغال على ايه. اللجان الاهلاويه شغالين على وزير الرياضه عشان قانون الرياضه الجديد، وانا من هنا بقول التجاوز في حق الوزير مرفوض. ان تصف الوزير بانه يتربص بالاهلي امر مرفوض، وهو رمز الدوله مرفوض. نختلف او نتفق مع الوزير، لكن لكل مقام مقال. هيبه ورمزيه المنصب فوق كل شيء. تخافوا تنتقدوا فشل مجلسكم وشغالين على الوزير وكأن النادي ده بقى ملك تيتو ومحدش من حقه يتدخل. انت جيت يا ابليس. مفيش حاجه يا اخي الاهلي طرف فيها الا وتلاقيه شغال على الناحيه الثانيه، يعني شغل لجان معصب، ويرجع يتهم الاهلاويه اللي بيدافعوا على الاهلي ان هم اللي لجان. عارفين انتوا المثل بتاع نقط تدهيك واللي فيها تجيبه فيك؟ عمال شغال تسخين لوزير الرياضه والحكومه على الاهلي وتحور في الكلام وكأن الاهلي والاهلاويه تجاوزوا في حق حد لا سمح الله. طب كنت فين انت يا دجال ايام ما كنت لجنه المرتضى، لما مرتضى طرد الوزير تقريبا وخبط في الدنيا كلها؟ ما طلعتش ليه قلت ساعتها المنصب ورمزيه المنصب والدوله؟ ولما انت والشله شايفين ان بيبو فاشل وبتتكلم عنه بمنتهى السفاله وتتريق وتقول تيتو، طب بتحارب ليه عشان بند ال8 سنين يتطبق ويبعدوه عن الاهلي؟ عليك تربية وسخة واطي. طبعا عايزين مجلس الخطيب يمشي. فرق الارقام بينه وبين اداره الزمالك يا جماعه مرعبه، وتعالوا نوريكم احصائيه صغيره كده علشان تعرفوا الفرق. دي بس من وقت تولي مجلس لبيب 37 بطوله للاهلي في كل الالعاب مقابل 6 بس للزمالك في عهد حسين لبيب. في فرق في السرعات سيد الرئيس. لا ونص بطولاتهم من سيدات الطايره اللي اغلبهم اساسا كانوا لاعبات في الاهلي، يعني الاهلي به. وما سمعناش طبعا حد فيهم ذكر المعلومه دي. لا والملاحظ ايه كمان، ان بطوله اليد اللي رئيس الزمالك والنائب بتاعه اساسا كانوا لعيبه فيها فشل فشل فشل، وعلشان هم فشله ومش عارفين يجاروك فبقوا يحاربوك. شوية فشلة. الاهلي عايز ياخد حسام عبد المجيد كمان. حسام عبد المجيد ومحمد السيد الاثنين مش عايزين ياخدوا عمرو اديب فوق البيعه؟ زملكاوي برضه انفعهم. لا يا عمور ما ينفعش. امال مين اللي هيضحكنا يا عمور؟ صحيح كل ما هو زملكاوي كوميدي وانتاجكم كبير قوي الصراحه في مجال الكوميديا، بس انت على راسهم يا عم. والاهلي بتاع شغل بجد، مش الشغل بتاع ال3 ورقات بتاع جمهور القلعه زي ما انت عارف. يا عم ده خرنج، ده مش فاهم حاجة. وايه كمان؟ قول
كلامك حكم. خليني اسالك السؤال الاخير، الثلاث نقط التانية اخبارهم ايه؟ في امل ولا مفيش امل؟ لا في امل طبعا، واحنا وراه لحد الاخر. يعني ليه؟ هو الموضوع ده تم في منتهى الوضوح السنه اللي فاتت. ايه اللي جد جديد؟ قال لك اللائحه الجديده للرابطه. مفيش لائحه جديده، لا يا فندم، هي نفس اللائحه. فاحنا الثلاث نقط دول نحلم بيهم يعني ولا ننسى وخلاص؟ لا ان شاء الله، لو في عدل نبقى تمام. لو في ايه يا فندم؟ يعني. لو في ايه؟ لو في عدل. العدل جروب. عندك العدل. بكلم مدحت العدل يقول لك على العدل. اضحك محمد، اضحك عبد الله، اضحك يلعن، اضحك. مش بقول لك كوميدي يا عمور، يخرب بيت الكوميديا اللي بتقدمها يا راجل. مدحت العدل انت كمان بتسف على المستشارين اللي بينظروا للقضيه او الملفات اللي قدامهم. شفت انك بجح وقليل ادب. بصوا بقى يا جماعه عشان تعرفوا احنا بنتعامل مع مين. الشخص ده اكبر اعلامي عربي تقريبا، وكل يوم مداخلات في كل المواضيع. يعني الباشا عارف كويس موضوع اللائحه، يقوم سائل بقى اتش ويقول له ده بيقولوا اللائحه اتغيرت، على اساس يعني انه ما يعرفش. والتاني يقول له لا اللائحه ما اتغيرتش، ولو في عدل هيتخصم من الاهلي الثلاث نقط. وطبعا اللائحه اتغيرت والعدل ان الاهلي ما يتخصمش منه الثلاث نقط. يوم بقى لما العدل ان شاء الله يتطبق هيطلعوا بقى هم يصحوا ويقولوا لك شوف بيجاملوا الاهلي الظلمه. يا لئيم انت لئيم. وتعالوا تاني يا جماعه عشان ناكد لكم ان احنا بنتعامل مع حاجه من اتنين، يا مدلسين يا جهله، بس الثانيه دي يعني نسبه قليله شويه. تعالوا نشوف اللائحه بتاعت الموسم اللي فات ونقارنها باللائحه بتاعت الموسم ده. الماده 50 يعتبر الفريق منسحبا في الحالات الاتيه: الحاله الاولى ترك الفريق خط الملعب كظاهره احتجاج وامتناعه عن العوده لتكمله المباراه. الحاله الثانيه عدم التوجه الى ارض الملعب المحدد لتاديه احدى مبارياته الرسميه المعلنه بجداول المسابقات. تمام كده يا سيدي، الفريق بيبقى منسحب في حالتين: لو ما رضيش يكمل المباراه او انه ما جاش المباراه اصلا. وكده كده الزمالك اعلن قبلها انه منسحب ومش هيروح اصلا. تعالوا بقى نروح نشوف اللائحه بتاعت الموسم ده. يقول لك يا سيدي اذا اعتبر الفريق منسحب من مباراه واستكمل المسابقه يتوقع عليه غرامه ماليه واعتباره مهزوم في المباراه ويتخصم منه 3 نقط في نهايه الموسم. كلام جميل قوي. طب امتى بقى يعتبر منسحب؟ ما تيجوا نشوف. يعتبر الفريق منسحبا من المباراة في حالة ترك الفريق خط الملعب كظاهرة احتجاج وامتناعه عن العودة لتكملة المباراة. كلام جميل قوي. مش دي النقطة الأولى برضو بتاعت اللائحة بتاعت الموسم اللي فات؟ بالظبط هي. وكاتب لك في أول البند ده يعتبر منسحبا لو ما كملش المباراة. طب النقطة الثانية بقى اللي كانت في اللائحة بتاعت الموسم اللي فات مصيرها ايه بقى في اللائحة بتاعت دلوقتي؟ بيقول لك يا سيدي في حالة تأخر الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة يعتبر الفريق الآخر فائزا بالمباراة بنتيجة 3-0. خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ ايه ده؟ امال فين يعتبر الفريق منسحبا بتاعت النقطه اللي قبلها؟ مش موجوده. عارف ده معناه ايه؟ بلاش هتزعل. بلاش اقول لك عشان عيب. اصل يا جماعه عيب قوي يبقى الكلام واضح بالشكل ده، يطلع يقول لك اللائحه بتاعت الموسم اللي فات هي بتاعت دلوقتي ما اتغيرتش. ما هي حاجه من التين زي ما قلنا، يا اما جهل يا تدليس، ما لهمش ثالث. فهاتوا بقى اخركم ورونا هتعملوا ايه في القصه دي عشان الاهلي مش هيسيبها. اعلى ما في خيلك اركبه يا قرن. انا نفسي ان نظره المسؤولين على الرياضه تبقى على الرياضه كلها. بمعنى انا كنت واحنا ايام لما كنا بنلعب كان طموح لعيبه الانديه كلها انها تروح منتخب مصر. الموضوع ده اختلف جدا دلوقتي، بقى الطموح كله ان انا اروح نادي بعينه. يعني انا بجتهد جدا عشان اروح نادي معين، مش عشان اروح منتخب مصر. كل الناس عايزه تروح النادي الاهلي. لا بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء. لا انا بقول لك اهو في الصالات وفي الكوره كله عايز يروح الاهلي. حلو قوي. ده كلام جميل يا اتش. يعني كل اللعيبه زمان بعد ما كانوا عايزين يروحوا المنتخب بقوا دلوقتي عايزين يروحوا نادي بعينه. طبعا اتش مكسوف يقول النادي الاهلي. عجباني قوي حته ان كل المسؤولين عندهم بيلقحوا ومحدش فيهم قادر ينطق اسم الاهلي. مالك يا جدع قلقان وخايف ليه كده؟ اصل هم عارفين ان النادي الاهلي بيجيب حقه بالقانون، انما هم بقى في التلقيح ما اقولكش. اشتم، ما هو ده تماما علشان الفن مبدئيا كده اتش انت وعمور من اول ما الكوره اتعملت في مصر وكل اللعيبه بتتمنى تروح للاهلي، بس انت بقى بتربطها بالمنتخب ليه؟ مال المنتخب بالنادي؟ في حاجه اسمها زمان اللعيبه كانت عايزه تروح المنتخب ودلوقتي بقوا عايزين يروحوا الاهلي. انت عبيط يا اسطى. عايز اقول لحضرتك ان برشلونه كانت مرت بازمه كبيره جدا في اللعيبه بتاعتها، وكان عندها ازمه في تأييد 2 لعيبه عايزينهم يكملوا بيهم وكان في كيس كبيره جدا. مين اكبر داعم لبرشلونه في الموضوع ده؟ انه لازم يسجلوا 2 لعيبه دي؟ مش هتصدق، ريال مدريد. فلما اتسالوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده المنافسه، قال لك لا، على الدوري اللي العالم كله نتيجه الديربي بتاعنا هيكسبنا اكتر وهيشهرنا اكتر. هي دي الرياضه، هي الرياضه. ده انت بتشتغلني بقى. الباشا بيقول لك ان البلد فيها نادي واحد بس والباقي كومبارس. النادي ده بقى بيشتغل لنفسه، مش همه المنتخب ولا همه بقى باقي الفرق ولا الدوري ولا اي مسابقه. وجاب لك بقى المثل بتاع ريال مدريد وبرشلونه ده عشان يوريك ريال مدريد عمل ايه مع غريم وبرشلونه عشان نجاح المسابقه. لا حلو يا اتش. تعال انا هنا اجيب لك مثل من هنا في الدوري المصري بقى عشان اوريك مين اللي بيشتغل لنفسه بس وما يهموش اي مسابقات ولا اي حاجه اصلا. الفتره بسيطه كده يا اتش يا ابني، نادي القلعه البيضاء طلع يصيح على الحكام المصريين وقال لك بيظلمونا وبيضيعوا الدوري مننا. قام النادي الاهلي قال مش هلعب مع الزمالك الا بحكام اجانب. يقوم بقى يجي الكومبارس اللي لسه كان بيصيح عشان الحكام المصريين يقول لك مش لاعبين المباراه الا بحكام مصريين وفيها لخ فيها، والمباراه كمان مش هتتاجل. الله،
الله، هو مش انت يا ابني اللي كنت بتصيح بسبب الحكام المصريين؟ يعني لو انت كنت ضميت صوتك لصوت الاهلي ان المباراه تتلعب بحكام اجانب، كانت المباراه اتاخرت شويه لحد ما الحكام يوصلوا او اتلعبت تاني يوم. ده لو انت همك المسابقه والكلام ده، انما انتوا بتوع كلام وبس، ويا ريتكم فالحين فيه. جاتكم البلا. انا بصراحه بقى من منصتك ديت فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي نظره قويه جدا جدا للدراما المصريه، صح؟ حصل ايه؟ اتكونت اللجان واتوقفت مسلسلات. فانت عايز نفس الشيء يحصل للرياضه المصريه. نداء لمعالي الرئيس، لازم يبقى فيه فرق بتاعه الشعبيه، الفرق الشعبيه، الاسماعيلي، الاتحاد، المحله، الكلام ده كله بينعش الدوري المصري لمصلحة المنتخب المصري. أنا مش هفرح إن هفضل يبقى عندي فريق واحد هو اللي بيبقى نتائجه أفضل من المنتخب، هو اللي بيمثل مصر فقط، مع إن في أندية ورثت ديون ومشاكل غير عادية مش هتتحل إلا بدعم الدولة لكل الأندية الجماهيرية. ما بقولش الزمالك فقط. يا جماعة أنا ما بطلبش الحاجات دي عشان الزمالك، ده مش عشاني، ده عشان مصر. صدق بالله الراجل ده صعب عليا. هي دي يا جماعه الاداره الناجحه، مش الحاجات اللي بيعملها الاهلي دي، شويه انجازات في بطولات، في استاد، في مجمع رياضي، في فروع، كل ده كلام فارغ وشكليات. الاداره الحقيقيه هناك في 100 عقبه. سيبك من اللي بيتكلم ورئيس القلعه نفسه بتوع كره يد وصالات، وما شاء الله من اول ما استلموا النادي وهم غرقوا العاب الصالات. ولكن خليك في الكلام اللي بيتقال، ده معنى الاداره الحقيقي. الباشا بيناشد الدوله ان هم ياخدوا بالهم من الانديه المديونه، بيقول لك ما ينفعش النادي واحد بس اللي يبقى ناجح ومش مديون زينا، ما ينفعش يبقى نادي واحد ناجح وانجح من المنتخب نفسه. سيبك ان هم لسه صارفين فوق المليار واحنا مش عارفين اساسا جابوا الفلوس دي منين، وسيبك من عقود لعيبتهم اللي هي اكبر من عقود لعيبه الاهلي، وكفايه عقد زيزو ابو 90 مليون. يعني بيقولوا يا دوله لازم تقفي مع الانديه المديونه الفاشله اللي بتصرف غلط في كل البنود، من المحلات اللي في سور النادي للعيبه للمدربين لاي حاجه تتخيلها، ده غير حاجات تانية فيها شبهات زي الفلوس اللي ما دخلتش خزينه النادي قبل كده، وزي لاعب بيتباع زي امام عاشور ونسبه اعاده البيع تبقى للوكيل ما تبقاش للنادي، وقيس على كده حاجات كتير قوي. فبيقول لك بقى يا دوله اقفي مع الفشله اللي زينا كده، عشان ما ينفعش يبقى في نادي واحد بس اللي ناجح، يا اما تطلعونا ليه يا اما تنزلوه هو لينا، انما احنا نشتغل بجد لا، احنا هنناشد بس عشان نعطل الاهلي. يمهل ولا يهمل. ونروح يا جماعه بقى لمباراه امبارح الافريقيه، ونظره سريعه كده على حالتين في التحكيم. امبارح اتلغى هدفين للاهلي، والهدفين فعلا كانوا تسلل وواضحين قوي مش محتاجين كلام. كان في بس لمسه يد كتبت امبارح على الصفحه ان هي المفروض تبقى ضربه جزاء، لكن لما شفتها تاني كذا مره لقيت ايده ثابته وفي وضعها الطبيعي زي ما انتم شايفين، وكمان الكره ما كانتش قويه ان هي تدخل الجون، في الغالب كانت هتخبط في الارض والحارس هيمسكها. ده بالنسبه لمباراه الاهلي. اما بالنسبه لمباراه بيراميدز فمحدش هيختلف طبعا ان الهدف الثاني الملغي كان لازم يتلغي. الكره دخلت مباشره في الجون من ايد مهاجم بيراميدز، ودي بقى ما فيهاش متعمد ولا مش متعمد، او ايده مكبره جسمه او لا. القانون بيقول ان ما ينفعش هدف يتسجل مباشره عن طريق اليد. اما بقى اخر حاجه معانا فهي الهدف الملغي الاول لبيراميدز. لاعب اورلاندو هنا حاول يشتت الكره وما عرفش، هو يا دوب وصل للكره، يعني ما فيش فيها توجيه، ما عرفش يعمل فيها اي حاجه. يعني مثلا لو تخيلنا الحاله دي بشكل مختلف، ان هي مش بالراس لا بالرجل، الكره معديه مثلا بالعرض ولاعب بيراميدز في موقف تسلل، المدافع بيحاول يوصل للكره فقلشت كده من تحت رجله يا دوب لمسها، دي تفتكر هتبقى تسلل ولا مش تسلل؟ اكيد هتفضل برضه تسلل لان هو ما اتحكمش فيها ولا بصاها، طالما اللاعب ما لعبهاش باراده كامله وبتوجيه فدي تتحسب تسلل. وبرضه في حكام ممكن يحسبوها وفي حكام ممكن ما يحسبوهاش، ان هي كوره صعبه الصراحه. ففي الاول وفي الاخر دي ما فيهاش مجامله ولا ظلم، بس انا عارف طبعا ان في كتير من مشجعين بيراميدز اللي بالملايين مش هيعجبهم الكلام ده، بس هنعمل ايه؟ دي الحقيقه، يعني مش هنطلع نكذب يعني عشان نرضيكم. وطبعا عارفين مين هم مشجعين بيراميدز دلوقتي، ناس جبلات معدومين الاحساس، ناس ما عندهاش دم. بس كده دي كانت كل حاجه معانا النهارده. كان معاكم محمد كمال وانا مصطفى طلعت، سلام عليكم.